النهارده هنعمل مع بعض المعمول المصري اللذيذ الجميل ده، بجد حاجة فوق الخيال والله بجد. شايفين الصورة هتنطق يا جماعة من جمالها ولذيذتها. يعني تخيلوا، انا مش قادرة امسك نفسي اصلا وانا بصور. طعمه والريحة يعني يخلوكي تدوبي دوبان كده بجد. حاجة تاكلوها يعني اجمل والذ بكتير من البسبوسة والهريسة والحاجات دي. لا، دي حاجة تانية خالص وديك كده. يعني عشاق القرفة تعالوا بقى هنا احضروا بجد الفيديو ده علشانكم. اللي بيحبوا السينابون والحاجات المحشية قرفة، المعمول ده أخطر بكتير، حاجة كده جامدة. طبعا دي حاجة تانية غير الحجازية. معانا بقى ايه؟ نص كيلو من الدقيق، دقيق عادي، وعليه رشة ملح، معانا كوباية زيت وكوباية مية دافية وظرف خميرة 10 جرام، ومعانا معلقة سكر كبيرة. في الطبق الحلو بتاعي ده اللي هعجن فيه، انتوا لو عندكم عجان ممكن تعجنوا انتوا وريحوا نفسكم، بلاش انا هعجن بقى في الطبق بتاعي الحلو ده. وهنزل بكله، يعني هنزل بالخميره والسكر ورشه الملح، وهنزل بقى بكوبايه الزيت كلها كامله. هعمل بقى هنا عمليه البس، عشان متابعينا الجداد اللي لسه حلوين اللي لسه ما يعرفوش حاجه عن موضوع البس ده. انا بشرب العجين، بفضل افركه كده بايدي وببسه، اسمها عمليه البس، اسمها البس. هحط هنا يعني كوبايه الميه، مش هحطها كلها، هفضل احط الميه حاجه حاجه لحد ما اشوف العجينه محتاجه مني ايه. طبعا دي ميه دافيه يا جماعه، مش ساقعه ولا سخنه بتغلي، ميه دافيه فتره كده عشان تنشيط الخميره. هلم عجينتي من الطبق كده، وهنزل بقى بيها على الرخامه او الكاونتر، اي حاجه شغالين عليها. المهم انا بقى عشان احس بقى ملمس العجينه بقى، انا دلوقتي بعجنها وحاسه ان هي لسه مفروله، فاكيد كده هتحتاج مني كمان معلقه ميه، مش هكب بقيه الميه كلها، لا هحط معلقه معلقه. هحط دلوقتي قدامكم معلقه ميه كمان، واحط بقى والمها على بعضها، هتحسوا ان هي يعني الدنيا باظت مننا وكده، لا هو اول ما بنضيف لها سائل على طول بتتفركش من بعضها. بس العجن بتاعنا هيرجع يلمها تاني وتبقى زي الفل. طبعا انا يعني اخدت مني كوبايه الا معلقتين. طبعا احنا عارفين ان الدقيق طبعا يعني بيختلف في امتصاص السوائل بتاعه، فدقيقي غير دقيقك، فانت بقى ايه ونظرك كده. انت عجنتها 10 دقايق بالظبط، يعني لو حبيتوا تعجنوها اكتر من كده يبقى كتر خيركم. 10 دقايق بالظبط، وهسيبها تخمر ساعة كاملة، ساعة كاملة بالظبط، وبعدين افتح عليها الكيس واشيله وهقسمها بالنص، علشان نص هاخده تحت ونص هاخده فوق، زي ما انتم شايفين متساويين بالظبط. هركن بقى الجزء اللي هحطه فوق على جنب، وهشتغل في الصينية مقاس 30 مدهونة زيت زبدة سمنة، أي حاجة عندكم اشتغلوا فيها. المقاس ده كويس جدا، يعني حلو جدا جدا المقاس ده، الصينية مقاس 30. حابين تعملوها 28 تحبوها عالية شوية مفيش مشكلة، بس المقاس ده مظبوط. هنفضل بقى نفرد في العجينة يا جماعة، ونعمل لها حيطة علشان هنحط جواها الحشو زي ما انتم شايفين كده. هنحشيها، لو احنا طبعا يعني على قد ما نقدر نرققها، خليها رقيقة أحسن، علشان يعني. وحاولوا كمان تساووا، يعني يبقى كله سمك واحد على قد ما تقدروا، خلاص سمك واحد بالشكل ده. ده الحشو بتاعنا. معايا كوبايه من السميد الناعم، ومعانا 3 معالق قرفه، ومعانا كوبايه سكر ناعم، ونص كوبايه ميه. هحط بقى السكر على القرفه. طبعا القرفه دي ترجع لك انت وبقى، انت تقدري تقبلي القرفه لحد قد ايه. معاكي معلقه 3 معالق، انا بحب القرفه يعني اوفر قوي بعشق القرفه، يعني حاجه مغذيه بالنسبه لي، بحبها قوي. فحطيت 3 معالق. نص كوبايه الميه بقى مش هنحطها كلها، هنحطها برضو، نحط اول ربع الاول وبعدين ننزل بالربع التاني واحده واحده لحد ما الاقي الحشو معانا بقى مظبوط. مظبوط ازاي بقى؟ يعني هعرف ازاي؟ يعني مش مفرول ومش عجينه قوي، مش معجن قوي زي الرمل المندي كده بتاع البحر كده، ويعني زياده شويه عنه، يعني تيكه صغيره كده. انا حطيت نص كوبايه الميه كلها، حاسه ان هي محتاجاها كلها. طبعا احنا بنقلب بايدينا وعينينا ميزاننا، يعني احنا بنشوف الحاجه بنحكم عليها هل محتاجه هل لا، فعينينا ميزاننا، ده اقصد بيه معنى الكلمه. كده بقت مظبوطه معايا، هحشي الحشوه القرفه الجميله دي. طبعا يعني عشاق القرفه اللي بيحبوا بقى المعمول المصري وبيحبوا السينابون، الحاجات المحشيه قرفه. الفيديو ده يعني هيدمرنا نفسيا والله بجد. الاكله دي او الحلويات النوع الحلو ده بجد يعني بيلكم بطريقه فظيعه، يعني قطعه منه يعني خلاص بالسلامه يعني. مش هتقدري تتغدي ولا تتعشي لو كلتيها قبل وجبه الغدا، يعني خلاص، يعني دايت وعلى الله حكايتنا بقى. بجد جميلة وسهلة وبسيطة، ولو شفتوها وهي معمولة تحسوا ان هي صعبة. انا جبت كيس تخزين، كيس تلاجة يعني، وفردت عليه العجينة التانية، خدت المقاس بتاعي، وطبعا هفرد عليه اسهل بقى ما اجيب حلة ولا اجيب غطا معرفش ايه ويلزق مني. لا، الكيس هيكون سهل عليا ان انا افردها، وافردها ناعم يا جماعة، ارقق على قد ما اقدر، وطبعا على قد الصينية واي زوايد، يعني مش هيبقى فيه زوايد ان شاء الله، بس على قد ما اقدر احاول اخليها تبقى رقيقة كده عشان تبقى طبقة رقيقة كده، لانها لسه كمان هتخمر كمان مرة.
بس وحطيت عليها وظبطتها. ما تقلقوش بقى من الحطه التانية دي، لان احنا هنقدر نسويها بكل سهوله. يعني شايفين انا بشدها ازاي، بساوي عادي وبلزقها وبضغط عليها لجوه، بلمها لجوه كلها. الطرف اللي فوق ده اللي هو العجينه اللي فوق بنزلها بصوابعي كده على الطرف اللي تحت زي ما انتم شايفين كده، وانزلها كويس جدا جدا جدا، وبعدين ابططها زي ما انتم شايفين عشان افردها واسويها. وزي ما انتم شايفين كده بططتها بايدي، وهقطعها تقطيعه كده محترمه، مش يعني اي تقطيعه ترتاحوا لها اعملوها. انا اي تقطيعه برضو بقطعها، مش مقتنعه باي تقطيعه يعني، وزي ما بتيجي معايا بقطعها. في ناس كده بتاكلها بالمعلقه، مش عايزين نقول اسماء الناس ديت. بجد المعموله المصري ده بجد حاجه تحفه، غير الحجازيه الاسكندراني، دي حاجه ودي حاجه. الحجازيه مش بتعمل لها شربات. طبعا احنا عاملين الشربات قبلها يعني لو هنعملها بالليل الحجازيه، لو هنعمل المعمول بالليل يبقى نعمل الشربات بالنهار. هنعمل كوبايتين من السكر عليهم كوبايه ميه يغلوا غلوه، ونعصر عليها عصير الليمونه او نص ليمونه، عصير نص ليمونه، ومعلقه عسل جلوكوز، يغلوا غلوتين كده، ونوطي النار خالص ونهدي النار خالص 10 دقايق، ونسيبها ونطفي عليها. بس كده ده شربات. وطبعا هنحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف وعلى على الصفحه في كومنت ان شاء الله. دي بيضه عليها معلقه خل صغيره وربع معلقه قرفه، وهكون مشغله الفرن من قبلها على 180، وهسيبها طبعا لازم هتخمر طبعا قبل المعلومه دي، قبل ما نحطها في الفرن هنسيبها تخمر ربع ساعه، ونشغل الفرن على 180 رف اوسط ونحطها. مش هتاخد مننا ربع ساعه بالظبط. الشربات ده انا قلت لكم بعمله جاهز بكميات في التلاجة، هو كان تقل مني شويه، يعني اخد مني بالظبط كوبايه وربع من الشربات. وطبعا هرجع طبعا لازم هنغطيها، نحط الشربات يا جماعه ونغطيها بكيس باي حاجه، ورق فويل نغطيها بغطا حله اي حاجه. المهم لازم نغطيها عشان تشرب معانا الشربات، وتفضل سخونتها تخليها تشرب الشربات بتاعها. انا برجع تاني اعيد على التقطيع علشان الشربات يعني كان تقيل شويه عندي، فكان صعب ان انا يعني ايه يعني ان هي تشربه بسهوله. بس كده، وهرجع مقطعه عليها، هعيد عليها تاني للتقطيع، وهتلاقوا الشربات تشرب يعني جدا. انتوا بقى الشربات زي ما تحبوا، عايزينها يعني تبقى غرقانه شربات حطوا كوبايه ونص، عايزين تبقى قليله شويه كوبايه وربع، عايزين تبقى معقوله كده والشربات بتاعها يعني مش تقيل ومش اوفر، يكفي كوبايه شربات واحده. وبقت بالجمال واللذاذه دي. كنا داخلين على كيكه الملبوسه، الحمد لله لحقتها في الفرن. اجمل والذ واطعم معمول مصري، بجد حاجه هتجربوها وتعجبكم جدا. وشكرا جدا 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 لمتابعتكم ودعمكم ليا، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقات جديده، واحسن حاجه هنعملها مع بعض سهل ولذيذ وبسيط ومش مكلف. ان شاء الله معايا هتجربوا كل الوصفات باسهل طريقه وانجح طريقه. وان شاء الله مستنيين منكم دعمكم ليا ولقناتي، ودمتم في رعايه الله وحفظه. مع الف سلامه.